السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا العوامات أو الزلابية بألوانها وجمالها الحلو المغري اللي مش ممكن تقولي إن دي زلابية أو عوامة. تعالي نلونها ونشكلها زي ما احنا عايزين وتبسطك وتعجب عينك، وأكيد العين بتشتهي قبل البق، صح ولا لأ؟ طبعا لو الشكل معانا عجبنا على طول بنجري عليه ونشتريه، او على طول بتشتهي نفسنا عليه وناكله ونحن مبسوطين اكيد. طيب تعالوا كده، لازم تجربوها ولازم تقولوا لي رأيكم ايه فيها. اكيد كده من المنظر عجباكم ومن الشكل والطعم مفيش احلى من كده. تعالوا نبتدوا معانا. معانا كده كوباية من المية زي ما انتوا شايفين، هنحطها مية دافية وعليها مكعب خميرة بيرة ومعاها معلقتين سكر، والمية تكون دافية، وهنقلب كل المكونات، ومعانا نص كيلو من الدقيق، وهنقلب كل المكونات بتاعتنا علشان السكر والمية والخميرة يتفاعلوا مع بعض. هنسيبهم لمدة 5 دقايق ونشوف النص كيلو بتاعنا من الدقيق. كنت نخلاه الأول، وبعد ما نخلاه هضيف له 3 معالق من النشا، 3 معالق من النشا طبعا، وهنرش عليهم رشة الملح، اللي لازم طبعا رشة ملح سنة كده على طول، ما نقدرش نستغنى عنها في أي حاجة من المخبوزات بتاعتنا أو المعجنات. بس كده، وهنضيف لهم كمان يعني معلقتين أو 3 معالق من الزيت بس. وهنعمل كل المكونات دي وهنعجن بمية دافية. لو معاكي علبة زبادي ضيفيها، لو معاكي لبن بيبقى احسن، انت كده بتعززي الطعم بترفعيه او بترفعي التيست بتاعه. ما معكيش خلاص، زي ما انا هعمل كده بالميه، ميه دافيه عاديه ما فيهاش اي حاجه، وهتطلع بنفس الجوده وبنفس الطعم. كده خلاص. أنا عجنت العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وكده هنبتدي نشكل ونلون فيها زي ما احنا نحب. حطيت لها مية، حسيتها تخينة جامد، فقلت برضو أخليها شوية طرية أو متماسكة شوية، بحيث إن برضو تكون العجينة بتاعتنا يعني سميكة شوية أو تخينة شوية، مش عايزاها القوام بتاعها خفيف، لا أنا عايزة القوام بتاعها يبقى تقيل. هعجنها واخبط فيها كده شوية خبطات، لازم الخبطات دي علشان تعملي عرق للعجينة بتاعتنا، وعجينتنا تبقى بتمط معانا، وتبقى برضو تقيلة شوية علشان احنا مش عايزينها خفيفة. هنعجنها كده بسرعة. ومعانا طبعا اللي هو لون الطعام، لون الطعام زي ما انت تحبيه، عايزة اصفر، عايزة احمر، عايزة اخضر، اللي انت تحبيه. انا حطيت لون اصفر من لون الطعام، وحطيت اللون التاني، ما لقيتش عندي لون طعام احمر فاتصرفت. يعني الناس لازم تتصرف، ولازم ت... ايه ت- تشوفي ايه المطلوب عندك، او ايه اللي هو يديكي نفس التيست او نفس اللون. كده هنقسم العجينة نصين ونشوف كده. شايفين الخبيطة اللي انا بخبطه فيها كده؟ ده لازم ضروري تخبطيها كده كام خبطة علشان تعمل لك عرق وتبقى مطاطة كده. كده تمام، مش محتاجة مني مية خالص تاني. كده انا مش هضيف لها مية غير لو انا هضيف للمكون التاني. ادي لون الطعام الاصفر، هعجنها كلها من غير اي مية زي ما انتوا شايفين كده. هشرب اللون او همزج اللون بالعجينة بتاعتنا علشان يبقى اللون اصفر زي ما انتوا شايفين. لو اللون ده مش عاجبك حط ضيف لون تاني، بس انا شايفاه ان هو كفاية، يعني مش محتاج اضافات تاني. كده همزجه كويس، وهروح للعجينة بتاعتي التانية وهضيف اللون بتاعي اللي هو اللون الاحمر الموجود في كل بيت حاليا. هو سهل وبسيط جدا، ومش هيكلفك تطلعي بره بيتك، وهتبقي عاملاه وموجود. كده عجينتي خلاص امتزجت كل العجينة وكله. هسيبها تخمر كده، وهروح للمكون التاني بتاعي. المكون التاني شايفين عناب، العناب اللي بنشتريه من بره العادي جدا جدا جدا. كده حطيت شوية، وحطيت دوبت شوية في المية علشان لقيت اللون ماسك في العجينة، مش راضي طبعا يديني اللون اللي انا عايزاه. كده عجنت العجينتين وخمروا، وكده هفرغ كل الهواء اللي فيهم، وهبتدي اشكل فيهم زي ما انتوا عارفين. التشكيل بتاعنا سهل وبسيط بتاع الزلابية او لقمة القاضي او العوامة بتاعتنا. نفرغ الهواء
وكنت ابتديت في واحدة بعد ما فرغت الهواء اللون الأصفر، وسبت التانية بعد ما فرغت الهواء منها اللي هو اللون الأحمر. على بال ما خلصت اللون الأصفر لقيت اللون الأحمر ابتدى يخمر تاني، برضو نزلت الخمور بتاعه. طلعت الهواء كله اللي فيه وابتديت اقطع فيه تاني برضو. زي ما انتوا شايفين اهو خمر وملى البولة بتاعتنا. هبتدي افرغ كل الهواء اللي فيه وابتدي اشكل بطريقتك الحلوة يا ست الكل. وانتي طبعا في غنى عن اي هاقول لِك إنِّك تشكّليها براحتك زي ما أنتِ تحبّي، في كيس حطّيها في كيس عادي، عايزة تحطّيها كده وتقطّعيها بالمعلقة عادي، أي تشكيلة من إيدِك هتبقى تسلم إيدِك يا سِت الكل. كده عملت اللون الأحمر وكنت عاملة اللون الأصفر، قطّعته زي ما أنتم تحبّوا. بس يُفضّل إنِّك تحطّيه في كيس أفضل لإنه ما يعني ما بيبهدلش الدنيا، الكيس طبعًا بيبقى سهل وبسيط معاكِ. كده معايا العوامة أو الزلابية، وأنا مخلية النار وسط عليها علشان ما تتحرقش مني وعلشان تستوي ما تبقاش عجين، تستوي براحتها من فوق ومن تحت وعلى الجناب وكله بنفس اللون. عملت كده اللون الأصفر وزي ما انتوا شايفين اللون الأصفر جميل وتحفة فعلا. ولو جربت الطريقة دي مش هتبطلي تعمليها فعلا. يا ريت الفيديو يكون عجبكم ويا ريت تكونوا استفدتوا ويا ريت شير ولايك للقناة. وأقول لكم إلى اللقاء في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو الجامع بتاعي.